السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخوتي في الله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حس وفي احسن صحة وافضل حال ان شاء الله. إيه، نذكر الله لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وقبل ما نتكلم ونقول صلوا معايا على الرسول، همنا وهمكم ايه؟ يزول ان شاء الله. المهم يا جماعة، تأخير الفيديوهات ده زي ما قلت لكم معلش حقكم عليا، غصب عني والله العظيم، والله غصب عني. كل الشبكة عند اخواتي مش عندنا. وانا يا دوب مشتركة معاهم بس، يعني بدفع لي 30 جنيه في الشهر، 40 جنيه، مش حكاية يعني. فمعلش يعني والله لو اتأخرت ما يبقى غصب عني. وحشتوني والله والله العظيم، وحشتوني قوي. وبرضو زعلانة منكم عشان اخر فيديو ما جابليش تعليقات خالص ولا مشاهدات. فالحمد لله فايتكم معايا يا جماعة زي ما قلت لكم، بس عايزة والله العظيم اساعد مع اولادي في اي حاجة بالقناة دي. يعني انا معايا محمد واحمد، الحمد لله والشكر لله، شغالين في شغل المزارع هنا لو عارفين، اللي هو بتاع الزرع. الح- الحمد لله، الحمد لله. فنفسي اساعد معاهم باي حاجة والله. فخليكم معايا، وخليكم معايا في القناة بالله عليكم فضلا وليس امرا. وحطوا لي اللايك والاشتراك، ربنا يخليكم ليا، وشاهدوا لي الفيديو للاخر وحياة ولادكم. المهم يا جماعة، أنا مش عارفة بين مكة بنتي وبين الطيور والحيوانات ايه. مرة بصوا ذكر البطة هيعمل فيه ايه من كتر افتريها. يعني تطلع تبقى ماسكاه عايزة تمسكه من زوره كده، تروح خبطاه في الأرض. شوية الأرانب، شوية القطط، أنا مش عارفة أعمل بيها ايه. بص، رودينا اما تحوش، بص اما تيجي اما يجري وراها. فمش عارفة أعمل فيها ايه يا جماعة، مش عارفة ده توحد ولا ايه بالظبط، من كتر شوفتها للتلفزيون. ولا هي ما تحب مش اما تخاف، مش اما تخاف من حاجة خالص والله العظيم. او بص دخلت العيش هتطلع الفراجات وتطلع. والله لا، انا مش عارفة اعمل فيها ايه البت دي، بص. مش اما تخاف من حاجة خالص والله. فقولوا لي اعمل معاها ايه بالظبط، احبسها مع الارانب. بصوا، طب اللي زي دي تعمل معاها ايه؟ يلا، الحمد لله وشكر لله، وصلى على الرسول، همنا وهمك وايه يزول ان شاء الله. المهم يا احلى اخوات في اللي، ما تنسونيش باللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. الحمد لله. بالنسبة اللي سأل على عين احمد ودعاله، ربنا يا رب يجبر بخاطركم، ويخلي لكم ولادكم، ما يحرمهوش وما يحرمكوش من ولادكم يا رب. المهم يا جماعة، احمد الحمد لله الحمد لله. بعد ما رحت بمستشفى المنيا، الجامعة بتاع المنيا، جامعة سوزان. فالمهم ما عرفناش نكشف هناك من كتر الزحمة بتاع الناس، فرجعنا. فمستنيين ان شاء الله ربنا يفرشها كده على اول 8، يشتغلوا يومين ولا 3 ان شاء الله اودي بيهم. فادعوا له بالله عليكم، ربنا يحوش عنه يا رب. لان انتوا عارفين زي اهم حاجة في جسم البني ادم البصر. الحمد لله. ادعوا له بالشفاء العاجل، ربنا يخلي لكم ولادكم يا رب، وما يحرمكوش. بص بص بص، بصوا ذكر البط بيعمل فيها ايه، هياكلها وربنا. بصوا، انا كان نفسي اطلع لكم فيه الحتة دي، هعملها لكم فيديو قصير. بص بص، لو سمعتوا صوتها وهي بتصرخ، لان هي لما تروح له، يعني هو ما يبقى ساكت وفي حاله، هي لما تروح له. ورودينا خافت منه. بصوا، ده كنا عند امي ماسكه القط بتاع مروه. بصوا عامله له عايزه تطلع بيه على الشباك. خالها يحوشه من ايدها، وانا احوشه من ايدها وبعينها. قولوا لي عاد، اللي عنده زي مكة كده واللي ما عندوش ربنا يديه يا رب ويعوض عليه بالخلف الصالح. اللي عنده في شقاوة مكة كده يقول لي انا عندي من الصنف ده كتير.
يعني مش عارفة اعمل معاها ايه يا جماعة. يعني لما اقول لكم جربت احطها في عشة الارانب واخليها فيها معاهم على طول. بص القط يا عيني، بص لو عارف طريق النقطة كان راح شكاها. ربنا يهديها. هي حطته في حجر حور بنت اختي. يعني مش عارفة اعمل معاها ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.